طيب الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم أهم وأبرز عناوين هذه الفترة. الرئيس السياسي أفورقي وحسن شيخ محمود يجريان مباحثات مشتركة. منتدى لرعاية الأم والطفولة في هيكوتا. تنظيم انتخابات إدارة الضواحي في عد قيح. ستة 46 قتيلا في ضربات جوية باكستانية على أفغانستان. مناورات تايوانية تحاكي تصعيدا عسكريا ورصد 5 سفن صينية. روسيا تعلن غرق سفينة شحن بالمتوسط جراء نتيجة عمل إرهابي. زار رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن شيخ محمود إريتريا وأجرى مباحثات مع الرئيس السياسي أفورقي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. التفاصيل في تقرير الزميل صلاح الدين حسين. أجرى الرئيس السياسي أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود جلسة مباحثات مشتركة مساء أمس في القصر الرئاسي حول تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيسان في المباحثات التي تأتي في إطار التشاور المستمر أن الصومال وباعتبارها دولة كبيرة في المنطقة فإن ضمان أمنها واستقرارها ينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها. وأكد رئيس السياسي أفورقي أن على دول المنطقة العمل على حل مشاكلها بنفسها بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تعمل على نشر أجندتها الخاصة والفوضى والاضطراب في المنطقة لخدمة مصالحها الضيقة. وأوضح بأن التعاون الثلاثي بين إريتريا ومصر والصومال هو لتعزيز وتطوير العلاقات التاريخية بما ينعكس على سلام وأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وحول الشراكة والتعاون بين بلدان القرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر والخليج العربي، شدد الرئيسان في المباحثات على أن الخيار الأوحد ليتبوأ الصومال مكانه الطبيعي أن يبني جيشا قويا يتمتع بالوطنية ويدافع عن سيادة ووحدة الصومال بعيدا عن التدخلات الخارجية. كما أكد الرئيس السياسي أفورقي موقف إريتريا الثابت والمبدئي في أهمية وجود صومال قوي وموحد يتمتع بالسيادة الوطنية، وأنها ستواصل العمل على ذلك لتحقيق التعاون الإقليمي بين البلدين وبلدان المنطقة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أدلى به الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ثمن الدور الكبير الذي تقوم به إريتريا لضمان أمن واستقرار الصومال وبناء الجيش الصومالي والمواساة الوطنية بما يعود بالمصلحة على الصومال والقرن الأفريقي، مؤكدا على اكتساب التجربة من خبرة الرئيس السياسي أفورقي القنية لتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة. حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح. هذا وقد قاتل رئيس جمهورية الصومال الاتحادية أسمرا صباح اليوم 26 بعد زيارة عمل رسمية ناجحة استغرقت يوما. نظم مكتب الصحة في مديرية هيكوتا منتدى الهدف ورفع الوعي في استخدام المؤسسات الصحية ومتابعة والمراجعة الصحية قبل الولادة لضمان رعاية الأم والطفولة. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية السيد حديث فتوي أن العمل الجاري بالتعاون مع إدارة والجهات الحكومية الأخرى لضمان رعاية الأم والطفولة وحققت نتائج مرضية. وقال أن عقد المنتدى ضروري لإيجاد حلول لانخفاض المراجعة الصحية للحوامل والولادة في المؤسسات الصحية في إدارة ضاحيتي ألبو وفيسكو. وأوضح مسؤول التوعية والمعلومات في مكتب الصحة في إقليم القاشبركة سيد سلطان حقوس أن نقص الغذاء المتكامل وختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من القضايا التي تضر بالمرأة، ويجب العمل لمحاربة العادات الضارة المتفشية حتى الآن إلى جانب جهود الاستفادة من المؤسسات الصحية. من جانبه أوضح مدير مديرية هيكوتا سيد شيخ الدين صالح أن رعاية الأمومة والطفولة تحتاج إلى تعاون الإدارة ولجان القرى وقطاعات المجتمع المؤثرة واستخدام جيد للحوامل من الفرص المتواجدة في محيطهن واستئصال العادات الضارة بصحة الأم والطفل. اختتمت انتخابات إدارة الضواحي ولجان القرى في مديرية عد قيح، وتم في عملية التي جرت من 18 وحتى 24 من ديسمبر في 21 إدارة ضاحية،
حيث تم انتخاب 9 إداري ضواحي وإعادة انتخاب الإداريين في إدارات الضواحي الأخرى بالإضافة إلى لجان 109 قرية. وقال مدير مديرية الدقيق السيد هابتايتس فازجير أن حملة التوعية التي نفذت لشهر ساهمت في نجاح عملية الانتخابات، وتعهد الإداريون المنتخبون على العمل المتفاني لخدمة ناخبيهم. تلقت 60 امرأة دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لمدة 3 أشهر نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالتعاون مع عيادة كودوفلاسي. وأشار مسؤول العيادة الممرض مانيل تسفاقرقيس في مناسبة التخريج في 25 من ديسمبر إلى أهمية التدريب، موضحا بأن المتدربات من قرى كودوفلاسي ودرعنتو وعدا وأنبزرابا. وذكر بأن التدريب النظري والتطبيقي تضمن الإسعافات الأولية وتأثير العادات الضارة ورعاية الأم والطفولة والأضرار الصحية لزواج القاصرات. وشاد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الشاب صالح محمد سعيد بتفاني واهتمام أعضاء عيادة كودوفلاسي لإنجاح البرنامج. نظمت شرطة مديرية نقفة سيمينارا تنويريا بالقانون لطلاب مدرسة وينا الفنية ومدرسة صابرة الثانوية. ودعا قائد مركز شرطة الرغيب سمرات والبرهان في سيمينار الطلاب لتعزيز التعاون مع الشرطة وزيادة معرفتهم بالقانون. وشدد مسؤول التحقيقات الجنائية السيد برخة مبراتو على أهمية مكافحة الجريمة وإحلال الأمن والسلم ورفع كل جوانب الوعي، مذكرا على تعزيز التعاون الشعبي عامة والطلاب خاصة مع الشرطة لمكافحة الجريمة والمخالفات القانونية. كما عقد قائد مركز شرطة شعب العريف أين علم القرقيس ومسؤول التحقيقات الجنائية السيد أماني الأولى سيمينارات مماثلة في الفترة من 9 وحتى 19 من ديسمبر ل 2117 طالب وطالبة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال المتحدث باسم حكومة حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد أن ما لا يقل عن 46 شخصا قتلوا في قصف نفذته باكستان على ولاية باكتيا شرقي أفغانستان. وأضاف بأن باكستان قصفت 4 نقاط في منطقة بارمال بولاية باكتيكيا فقتل 46 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب 6 آخرون بجروح معظمهم من الأطفال بحسب المتحدث. ونددت وزارة الدفاع الأفغانية بالضربات الجوية الباكستانية معتبرة أنها همجية وتشكل عدوانا صريحا، وشددت على أنها لن تترك هذا العمل للجبان بلا رد، بل تعتبر الدفاع عن أراضيها وسيادتها حقها الثابت. من جهته أفاد مصدر أمني باكستاني بأن الضربات الجوية الباكستانية استهدفت أوكار للإرهابيين قرب الحدود بين البلدين. نظمت تايوان مناورات تحاكي تصعيدا عسكريا في المكتب الرئاسي بالعاصمة تايبي بمشاركة وكالات حكومية مركزية ومحلية. وشملت المناورات التي استمرت 3 ساعات سيناريوهات تتعلق بحرب المنطقة الرمادية وحافة الصراع لاختبار مدى جاهزية المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني للاستجابة. وتزامن ذلك مع استمرار الأنشطة العسكرية الصينية المكثفة بما في ذلك الحشد البحري الكبير هذا الشهر والمناورات الكبرى التي أجرتها بكين حول تايوان في هذا العام في مايو وأكتوبر تحت مسمى السيف المشترك 2024. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع التايواني عن رصد 5 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدة تصاعد التهديدات العسكرية من بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه تايوان ضغوطا داخلية على ميزانيتها الدفاعية. أعلنت الشركة المالكة لسفينة الشحن الروسية أورسو ميجر أن غرق السفينة في البحر الأبيض المتوسط جاء نتيجة عمل إرهابي حسب ما نقلت وكالة أنبار ريانوفوست الروسية. وقال شركة أوبرون لوجستيك المالك النهائي للسفينة أن السفينة تعرضت لعمل إرهابي. وأعلنت وزارة الدفاع الخارجية الروسية
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية غرق السفينة شحن روسيا تحمل اسم أورسا ميجر في البحر المتوسط بين إسبانيا والجزائر، وقالت أن 2 من أفراد طاقمها في إعداد المفقودين. وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة غرقت بعد وقوع انفجار في غرفة محركها، مشيرة إلى أن 14 من طاقمها البالغ 16 شخصا قد تم إنقاذهم ونقلهم إلى إسبانيا. قالت شركة الخطوط الجوية اليابانية أنها تعرضت لهجوم إلكتروني تسبب في تأجيل بعض رحلاتها الداخلية والدولية. وأوضحت الشركة أن الهجوم أثر على أنظمتها الداخلية والخارجية، وأضافت أنها أوقفت مؤقتا جهاز التوجيه الذي تسبب في حدوث أعطال في الأنظمة، وعلقت بيع تذاكر رحلات تقلع اليوم الخميس. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أوقفت الشركة الخطوط الجوية الأمريكية أمريكان إيرلاينز جميع رحلاتها لمدة ساعة، مما أدى إلى اضطراب في رحلات سفر آلاف من الركاب قبل عطلة عيد الميلاد، وذلك بسبب خلل فني يتعلق بالشبكة الخاصة بها. تذكير بالعناوين مرة أخرى. الرئيسان سياس أفورقي وحسن شيخ محمود يجريان مباحثات. منتدى لرعاية الأمومة والطفولة في هايكوتا. تنظيم انتخابات إدارة الضواحي في عد قيح. – 46 قتيلا في هجمات باكستانية على أفغانستان. مناورات تايوانية تحاكي تصعيدا عسكريا ورصد 5 سفن صينية. روسيا تعلن غرق سفينة الشحن بالمتوسط نتيجة عمل إرهابي. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.